هيا بنا، اتفضلوا. احنا بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنروح نشوف العربية فيها ايه. المارش لما بتدور تسمع كأن في مروحة سقف بتكسر في الكبوت من تحت. ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية متغطية بقالها شوية. قام السقف ايه؟ الحاجنا قام السقف. كت يا ريس. لوست رامي موجود كان بس. طيب ممكن اكلمه بعد اذنك؟ ايه يا حبيبي، انا بعت لك على الواتساب على الرقم ده المارش ديبسد اندكس. ايه العمل؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ قول لي، حركني يعني، قول لي ايه اللي هيتم. حتى بالصوت ده؟ امال من غير ما ادور. طيب ماشي تمام. طيب هعمل كده واجي لك على طول. حبيبي يا باشمهندس ما تحرمش. تسلم اتفضل. قال لي افتح الكونتاك واديها زقه، اديها تاني وزقه هتدور معاك. هنعرف نعمل كده؟ يلا نجرب. ايه انتوا مالكوا؟ ايه الاداء ده؟ انت تمام؟ ايه واحد ساكت والتاني قامت، فانا مش فاهم يعني. اصل انا مش عارف ازقها وادور في نفس الوقت، فلو انتوا مش معايا عرفوني يعني. ادائكم باهت جدا. ادائكم مش باهت، ادائكم منفر. لا اعتمد على نفسك بقى. اتفضل. ده تعب. ده تعب من الفكره. هنزق العربيه ولا لا؟ متشكرين يا جدعان. وصل انما كابتن زقه بعد اذنك. واحد معايا. شوف واحد يبقى صاحبي. اللي انت شايفه انت اللي هتزق. كات يا حبيبي وتبص. الف شكر يا باشا. معلش انزل لك والله عشان انت فاهم الدنيا ملخبطه. انا اسف، حقك عليا. شكرا جزيلا. مش عارف انا ليه حاسس ان العربيه في حاجه اتغيرت فيها يعني دي ضيقت، الحته دي ضيقت، البتاع ده الكونسوله اتحركت كده شويه. في حاجه غلط حصلت. هي ايه بقى؟ عملتوا ايه وانا مريض؟ عملتوا ايه وانا طريح الفراش؟ مصطفى فين؟ يا سلام يا سلام يا سلام. حرمش، ربنا يسقيك يا عم والله. طب ما تملى لنا في ازازه فاضيه، تملى لنا شويه تكييف والنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل. ازيك يا حاج؟ اقسم بالله وحشني. طمنا عليك على ازيك؟ الامور طيبه 100 100. عايزين نركب لك مايك بقى. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت لقيت دي مفكوكه ومقطوعه من هنا. نعمل لك عليها بقى تشيك اب كده عشان ايه؟ ايوه. ليش انا عطلان؟ خليني بس الزق لك ده بعد اذنك. بس ده هندخل جزء من ده بره ورا. مساء الفل. وحشني جدا. الله يخليك. اما يصحى بقى نبقى نسلم عليه. تيتو. ماشي. تيتو هيبقى فاكرني بقى ولا مش فاكرني ولا ايه؟ ساكت تيتو. ايه؟ الف سلام عليكم. ولا انت عايز منه ايه يا باشمهندس رامي؟ يشرب عناب. لا عناب ساقع، تعمل فريش كده للجسم. لا الفريش حلو بالتلج كده هيبقى جميل. جربت والله كذا مره. جربوا بقى عندنا. اي حاجه منك. اسمه مصطفى صح؟ التاني مصطفى. تشرب عناب يا مصطفى بتلج جميل وحبيتين تلج كده وعمليه استرخاء يعني. وانت يا عم عناب كفاياك قهوه بقى. اوكي. العربية دلوقتي سخنة، فاحنا هنستنى لما العربية تبرد علشان نقدر نبدأ فيها أي حاجة يعني. بص رامي اهو بيعمل لي كده. تعالى ايه؟ أنا أي واحدة فيهم دي؟ كاس القرار. كوبايتك. لا بص زي ما انا عملت كده طن 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 طن. يلا. ده حلو. لا دقته صدقني. طب تعالى كده هات التليفون وانت ستير رولينج. ايوه اشرب بقى. بص شفت ده وقعه زمان؟ اشرب سد مناخيرك واديها بق واحد. لا انت كده لا كده مش حلو. لا يعني انت لو في جبل دلوقتي وعطشان هتمسك الازازه بق استحاله. بص انت خد بق واحد كمان عشان خاطر بس. لا معلش ما انت برضه ما تفتريش. واحد الله. لا معلش. انا سايبك انت عمال تجلد في الجدع من ساعه ثواني بس. كانك تشرب فراوله. بس حلو قوي كده. انا هكملها بداله. كانت تحفه يا لهوي. ينفع امسي على اللوست رامي في المايك ده؟ ينفع امسي على اللوست رامي في المايك ده؟ اقول احلى مسا عليك يا اسطى رامي. عايز تصور طبعا. ادوس حاجه؟ عايز اصور. احلى مسا عليك يا اسطى رامي. احلى مسا عليك يا اسطى رامي. تنزل على النت. تنزل على النت. حبيبي موافق تنزل على النت؟ تسلم وتعيش. احنا حاسين ان عربيتك حرانه فهنهديها شويه. هنهدلها. باشمهندس مروحه للعربيه وعناب بتلج لينا وبعت تجيب مساج باين. الغاليه. ايه ده انت ناقص قطع لنا كمثرى. هو الاصول ان انت تسيب الربع الليمت بتاعها، الربع اللي هو الفاضي اللي هو تفريغ الزيت وتقليبه.
ما تبصلناش البصه بتاعت ايه الغباء ده، احنا مش عارفين، احنا بقى. كنا عملناه. لا يعني هو بيقول لك انا راجل بشتغل بايدي في العربيه بتاعتي. ايوه بس ما وصلش فاكيد فاهم. ايوه ما وصلش لحد فانا بقول له ده صدر فابريكا، ده هيبقى من الداخل، فبيقول لي يعني هيبقى اتحط عليه برضه، فانا بقول له لا ده بتاع الفابريكا هيبقى من الداخل. شفت بقى ظلمت اهو، وهو ده راجل طويل يعني ما بيكذبش. زي ما انا قلت لك العربيه دي هتنزل بيها الشرقيه. ما انت كتبت الكلام ده عشان ما ينفعش يتقال في التسجيل. كاوتشه مبسبوز والخرطومين الناحيه وناحيه. احنا كده هندخلها كده في موضوع كبير والموضوع هيكبر ما بيننا. احنا كده هنعمل كورسات. طب انا ممكن اجرب في ده دلوقتي بالمنديل كده امسحها؟ لا انا هوريك تعمل ايه، خليك تفك وتعملها. والله؟ هي ايه اللي انا فكرت اسمها ايه اصلا؟ ده بيستم الكربراتير. سيستم الكاربوراتير ده بيعمل ايه في الحياه؟ البيستم دوت اللي هو مسؤول عن سحب العربيه. انت بتدور ترس بيطلع من مكانه بيعشق، بس الترس نفسه اللي بيلف. اتفضل فك. فك دي؟ اكيد 3 مسامير. حبه كده عشان تشتغل بس بعد اذنك. اتفضل 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 اتفضل. امسك لك البرادوس كمان. يلا لا هو بنفسك. ايه ده؟ ها يلا كده ما حلش المسمار. اوكي لحظه واحده، دي البنسه اللي معاه. لا ما خلي بالك ما تقرصش على ده عشان ده تكييف. ماشي. هتحط المفك ده طرف المسمار واديله ريزيستنس وتعمل كده اهو. حلو قوي. طبعا التالت هيطلع ضائق عشان اعمله بالبنسه. اتفضل. بص يا استاذ علي اتجاه اهو. انا ما بقفش هنا جوه، انا بقف هنا اهو. انا عايز عزم ما الحل. اقدرش احركك والله اتكسفت يعني. لا. أبقى عند لا مفيش كسوف في الشغل، بس خلي بالك المسمار اللي هيقع على حسابك. هيزاولنا صح؟ لا ما مش هينفع، ما هي كانت متجبسه، هي مهريه لان ده جواه سوسته. عارف لو قلت لي في سوستر من الاول كنت ريحتك من كل الدوشه اللي انت عملت ايه؟ ولا حاجه انا بستعجل. هبين لك بقى ان انا صنايعي جامد، هعمل تمام. حاجه انا مش باصصلهاش. ايوه تمام كده. كده نعم انا ايه؟ صنايعي جامد بقى اللي هو ايدي في الشغل عادي وبتاع بقى سنين ده عادي. لا تمام كده. بص لحاجه. لو انت نورتنا يا استاذ علي والله. اتفضل بقى حضرتك تاخد المارش عشان تلحق تجيب لنا الحاجه. فين البيبه؟ شكلك وقعت البيبه تاني. البتاع اللي جه عملها بامير وقال لك عليها دي. وديتها فين يا توني؟ ليه يا توني؟ مش بقول لك يا توني؟ اهو برضه. انا عمري ما كنت متخيل ان انا هحب الميكانيكا كده او هحب اصلا افهم. منور يا عم مصطفى. نورك يا ريس. انا عايز لما اروح اتنقع في تنر. السلام عليكم، ازاي الصحه، ايه الاخبار؟ من فضلك عايز ابص على المارش ده. ده خامس محل. اوكي خامس محل. انتوا مستنيين تسلموا ولا تستلموا؟ كده طب نروح نصلي على ما يعرف. الصلاه بتقام. طبعا انا الاثنين، دي حاجه تشرفني. يلا بينا. شكرا جزيلا. تسلم وتعيش. شكرا جزيلا. الاول شكرا ان انت قلت لي اصور ده الاول يعني. الف شكر. اعرفك بنفسي محمود على نعم. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ كل عام يعني. شكرا ان انتوا سمحتوا لنا نصور عندكم، دي حاجه. احنا دلوقتي فين بالظبط؟ هنا في الجيزه، الكلام ده بتاع الحاج ميمي مارش وديرامو في الجيزه. حلو. في مستشفى المصريين. احنا جاي لكم بتوصيه من الباشمهندس رامي عبيد في المنيب، وده يا عم رامي راجل الله يكرمك. محترم وعلى دماغنا. تسلم. هو ده اخويا الكبير يعني، وهو قال لي هتروح عند الاسطى ميمي ما تروحش عند حد تاني. فاحنا جينا لكم ما شاء الله، ما كناش متخيلين كده. انا عاجبني اصلا الرصه بتاعت المكان يعني. بص كده. هنا كل صناعي يعني. ده البوستر بتاع زي الكاب وكده بتاع الملعب. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده البوستر ابراهيم. في حد بيلحم لحمات ورا هنا. عظيم. اللحمات عظيم. ايه اصعب حاجه في الشغلانه بتاعتكم بقى؟ اصعب حاجه في الشغلات ده مثلا لما تكون حاجه حديثه احنا مش عارفينها. نفضل بقى نعدل نفكر. الموضوع بقى التعديل ده موضوع صعب جدا. اجي اقول لك غير المارش كله. بالنسبه لك انت باشا بالتليفون يجي لك لحد الله يكرمك، الله يخليك. تسلم. شكرا يا باشمهندس جدا، تعبناكم. شكرا جدا يا باشمهندس، تعبناكم يا جماعه. احنا اسفين على الازعاج والله. الف شكر. تمام. تسلم ايديك. هو ده عظيم جدا. والله جبنا ايوه. تصدق انا ما تممتش على الحاجه. بص من جوه ده يقفل النفس بتاع الموتور، يخلي المكنه تضرب قلسهات. ده لو مقفول هنا يعمل كتم عندك في الموتور ويروح ضارب الاميانته من تحت. يضرب الايه؟ الاميانته. لا بعد الشقه الا الاميانته. الله يبارك لك، انت عارف ان انا مش فاهم حاجه. هيا بينا نلعب ونمرح.
لا هو الاهم ان هو باعها لنا غاليه جدا، باعها لنا دي والثانيه ب 400 جنيه. ايه ده كتير البتاعه دي والثانيه ب 400 جنيه. كتير قوي. هو عرفت دلوقتي من تامر ان هو بيطلع دي لوحدها ب 100 اصلا. والبتاعه الثانيه هتلاقيها ب 50 جنيه ولا حاجه. كبيره قوي. طب ايه اعدي عليه بقى ولا ايه؟ لا كتير. اعدي عليه اقول له في حاجه غلط؟ 400 ليه؟ مين اللي وماله اللي صلحتها له؟ عماد ولا مين؟ معرفش، هو صاحب المكان. وبعدين ده عرفني كمان، ده انا اول ما دخلت قال لي علي قنديل وبتاع وكده، وانا حتى هو بيقول لي 400 انا حاسس ان في حاجه غلط، بس ما اعرفش بقى ايه. كتير كتير قوي. ده مصري مش الماني. طب اروح له واجي لك؟ خلاص اوكي. قول له هي الكاوتشه دي معروفه ب 100 جنيه ودي ب 50 جنيه، انا سائل عليهم في وسط البلد عند مهران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يعني ينفع كده تضحك الناس عليا هناك؟ ينفع كده تضحك الناس عليا؟ لا ده كلام تداني ب 400؟ لا بس عايز ب 150 يا باشا. الاثنين هناك، اللي كانت هناك كانت بتاعه زلموكه فما عرفتش تركب، ما كنتش انا عايز اركبها، كنت عايز اركب بتاعه الخنزير. الناس ضحكت عليا وكان منظر مش حلو وانا بصور فلوج وبتاع. ده كلام؟ ده كلام يعني. وانا عامل فيها برم وعامل فيها صايع تاخد مني 250 جنيه زياده. في العربيه هو خلاص هيرجعهم ولا انت؟ هرجعهم طبعا، مش هدفع فيهم 400 طبعا. يعني جبتهم ولا لسه؟ ايه؟ جبتهم ولا لسه؟ لا هجيبهم من مكان تاني، ولا نفسك ولا احرج نفسي. لا يا عم مفيش يا عم. انت عايز ترجعهم؟ مش هتجيب 400 جنيه احسن. لقيتهم بكام؟ 150. دي لقيت الاثنين ب 150 75 جنيه مصر. شكرا جزيلا. لا ولا يهمك. الراجل صاحب المكان لطيف واللي معايا لطيف، اللي شغال جوه ده خدت الفلوس. راجعين. السلام عليكم. لسه بيقول لي مالكش فلوس عندي ومش هعمل ومش هخلي، رحت ماسك الجراج منزله على دماغه اسمه نصين. كل ده متصور. اوعى جربنا انا كركريه. طب انا كنت هشربها. مصطفى شرب. بتشرب اتنين ليه؟ وماله ايه؟ العميل عندي ليه مشروب واحد. ده العميل، انا صاحب مكان. طب ماشي، ما انت صاحب المكان ليك كوبايه ونص. ماشي يعني انا صاحب مكان شربت كوبايه. ما تاخد نص التاني. فين بقى النص؟ ما انت شربت. انا عندي ميتنج كمان 20 دقيقة. لا ما تديش انطون حاجة، ما تديش انطون. تعرض هذا الفلوج الى هجوم مفاجئ، الا وهو مش مفاجئ احنا عارفين، الا وهو ان احنا عندنا ميتنج الساعة 7. طب انا معايا شغل اجي لك ازاي؟ طب انت بتكلمني كده ليه يا عم؟ ده عامل كام لا مؤاخذة؟ 5000 جنيه. قول لي معلش في دي شغل. اللي انا رديت عليه في ايه يا عم رامي بعد اذنك؟ لا خلي بالك انت فاهم قصدي؟ وكلامك ما كانت طريقتك ما كانتش كده من الاول، احنا قدرناك عشان طريقتك كانت كويسه. هو ده سوء قياده مني مثلا، ما بعرفش اسوق فالاشارات بتبوظ. يا باشا مش بنتكلم ولا انت كل شويه تيجي ترمي كلمه وتجري؟ ما انت عايز تروح نسمع يبقى ما تتكلمش وما تسمعش. قاطع. طب يا عم الناس وانا مش هسمع، انا ايه اللي قاطع يا عم الناس وانا مش هسمعه خلاص مش هتكلم. بس ما حدش هيقول للكابتن بتاعي انا مش هاكل رز. هنتمشى بجد، مش هنركب العربيه بعد الاكل ده.